استفادة المنتخب المغربي من لاعب إبراهيم دياز، بالإضافة إلى أسماء كثيرة جدًا سابقة أثار الكثير من الكلام، ترحيب طبعًا في المغرب والكثير من الجدل والكلام في إسبانيا، حيث انتقد الاتحاد الإسباني على تخاذله، هكذا وصف بعض وسائل الإعلام الإسبانية، وتضييعه لعدد كبير جدًا من اللاعبين. أي نعم تمكن من خطف لامين يامال، ولكن الوسائل الإعلام الإسبانية سردت سلسلة من اللاعبين مغاربة وغير مغاربة كذلك، أو من بلدان أخرى، على غرار حكيمي في وقت ما، وعلى غرار الزلزولي، الياس خماش، غارناتشو مؤخرا. الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.